أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزل الله لنا القرآن الكريم هدى وبشرى للعالمين، وحذر به العصاة الطاغين وأنذرهم أشد العذاب الأليم. الأمر الذي جعل الغل في صدورهم ودافعهم إلى حرق القرآن الكريم، ولا غرابة في ذلك لأنهم لا يمتلكون الرد على معجزاته إلا بهذه الوسائل العفنة من قبل ثلة النجسة الذين يستحقون عليها أعظم العقاب وأشد التنكيل والهوان. مع العلم إن حرق القرآن الكريم ولن ينزع القدسية عنه ولن ينال من الإسلام بأي حال، فالله تعالى قادر على إنزال غضبه على كل من يحاربه، وسير الأمم السابقة خير شاهد على ذلك. ونحن كطبقة مثقفة من المعلمين يتوجب علينا جميعا أن ندعو جميع المسلمين في كل أنحاء العالم إلى نصرة الإسلام من كل فتن وكهل وفي كل قطر ومصر وكل بقدر استطاعته، ونصرتنا تكون بالعمل به أولا، فهذا أشد ما يغيظ أعداؤنا ويوهن كيدهم. ولنا في رسول الله أسوة حسنة وقيام طبقة المعلمين والعلماء والباحثين. ثانيا، بإعداد الردود العلمية على أولئك المعادين لكتاب الله. وأخيرا، نؤكد الأحداث الأخيرة التي حصلت بسبب تعدي أعداء الله على حرمة القرآن في عيد المسلمين، وما تنتج عن ذلك ردود أفعالهم من أمثالكم في الشرق والغرب، أكبر دليل على صحوة هذه الأمة واعتزازها بمصدر شريعتها على الرغم من النكبات التي مرت بها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن ويرد أمتنا إليها ردا جميلا ويذل بها الكافرين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.